بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي طلبة الصف الرابع الابتدائي، النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الوحدة الثانية وهي الكون. يعني إيه الكون؟ أنا دلوقتي ساكن في بيت أو شقة. الشقة دي هلاقيها جزء من قرية أو مدينة. المدينة دي جزء من المحافظة بتاعتي، كبيرة شوية، اللي هي القليوبية. محافظة أي محافظة عندي اللي أنا ساكن فيها. بعد كده المحافظة دي هلاقيها جزء من الدولة بتاعتي الكبيرة اللي هي مصر. طيب الدولة دي جزء من الأرض بتاعتي اللي أنا عايش عليها، اللي هي الكرة الأرضية، كوكب الأرض اللي هو جزء من الكرة الأرضية. ونيجي يبقى كل ده الكواكب دي كلها والكواكب دي كلها والكون ده كله بسميه، والأقمار وكل الحاجات دي بسميها الكون. عبارة عن فضاء فسيح كبير جدا، في بقى واسع كبير وشاسع، في بقى ملايين النجوم والكواكب، والفضاء بتاعي ده ملوش حدود ابدا. ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقه لي. يبقى الكون عباره عن فضاء فسيح، في ملايين النجوم، فضاء كبير جدا واسع. طيب نيجي بقى نتكلم عن اول حاجه عندي في الكون بتاعي وهي النجوم. لو بصيت في السماء بالليل هلاقي فيه اجسام مضيئه منوره لي في قلب السماء. طب ايه الاجسام المضيئه اللي منوره لي في السماء دي؟ الاجسام المضيئه دي هي النجوم. هلاقيها بتشع ضوء، يعني بتديني ضوء، بتديني حراره. بس انا بشوف النجوم دي صغيره جدا. طب هل يا ترى النجوم دي بتبقى صغيره قوي في السماء كده؟ لا، النجوم كبيره جدا واحجامها مختلفه من نجم لنجم تاني. بس الفكره ان انا بشوفها صغيره لانها بعيده عني قوي. زي مثلا لو انا جيت هنا، لو انا في المطار مثلا ومسافر، وانا واقف جنب الطياره، احس ان الطياره كبيره قوي. لكن الطياره اول ما تيجي تمشي، لو انا شفت الطياره عندك دلوقتي هي كبيره قوي، اول ما الطياره تمشي وتبعد عني هلاقي ان الطياره حجمها قل. بس هي في الحقيقه حجمها ثابت، لكن حجمها انا شفته بعيد عني، عشان بعيد عني فشفت ان حجمها صغير. يبقى انا كلما ابتعدت الطائرة هيقل حجمها الظاهري. عشان كده برضو النجوم بشوف حجمها صغير. طب هي حجمها صغير في الحقيقة؟ لا، حجمها كبير جدا، بس أنا بشوفها صغيرة لأنها بعيدة عني. يبقى بيقول لي علل نرى النجوم البعيدة صغيرة جدا، لأن النجوم تكون بعيدة جدا عننا. طيب نيجي بعد كده، لو أنا شفت تاني نجم عندي، لو أنا بالنهار مثلا وصاحية الصبح هلاقي إن الشمس بشوفها كبيرة جدا. طيب الشمس بشوفها كبيرة وبلاقيها بتديني، هي اللي منوراني الدنيا كلها، هي اللي مدياني الضوء. يبقى الشمس برضو بعتبرها نجم لأنها مدياني الضوء. طيب الشمس دي نجم كبير ولا نجم صغير؟ الشمس نجم متوسط، بس أنا بشوفها كبيرة لأنها قريبة مني. يبقى الشمس نجم. طب ليه نجم؟ قلت عليها نجم لأنها جسم مضيء وهيشع ضوء وحرارة. يعني إيه هيشع؟ هيديني، هينور لي الدنيا وهيديني ضوء وحرارة. يبقى الشمس بعتبرها نجم متوسط يشع ضوء وحرارة. ودي بتوجد في مركز المجموعة الشمسية. يعني ايه مركز المجموعة الشمسية؟ بتيجي في النص بتاع المجموعة الشمسية وبيدور حواليها 8 كواكب. يبقى أنا عندي أول حاجة إن الشمس بتوجد في مركز المجموعة الشمسية وبيدور حولها 8 كواكب. أول كوكب عندي وهو أقرب كوكب للشمس هو كوكب عطارد، هو أصغر كوكب للمجموعة الشمسية. لو جينا بصينا هنا كده للشمس هلاقيها في النص في المركز عندي. اللي أقرب واحد لها هو كوكب عطارد، صغير جدا وقريب للشمس، وبيكون الجو فيه حر جدا عشان قربه من الشمس. تاني كوكب عندي أجمل كوكب في المجموعة الشمسية خالص هو كوكب الزهرة، بسميه أجمل الكواكب. تالت كوكب عندي اللي هو كوكب الأرض، الكوكب اللي أنا عايشة عليه. لو لاحظت في الصورة هلاقي إن الكوكب ده لونه أزرق شوية، وبسميه بالكوكب المائي لأن فيه نسبة مية كبيرة جدا، وبسميه بكوكب الحياة. طيب رابع كوكب عندي كوكب المريخ. طيب بشوف في الكوكب بتاع المريخ عندي في الصورة بلاقيه لونه أحمر. طب ليه لونه أحمر؟ عشان الصخور بتاعته فيها معدن الحديد، عشان كده بيظهر لي باللون الأحمر. يبقى أنا عندي أول 4 كواكب: كوكب عطارد، وبعد كده الزهرة، بعد كده الأرض، بعد كده المريخ. طيب نيجي بقى نكبر في الكواكب شوية، هلاقي أكبر كوكب عندي كوكب المشتري. بعد المريخ على طول هلاقي كوكب المشتري، وده أكبر كوكب في المجموعة الشمسية. بعد المشتري هلاقي فيه كوكب حواليه حلقات كده ملونة، بسميه كوكب زحل. يبقى كوكب زحل اللي بيمثلوا لي إن فيه حلقات ملونة حواليه. طيب بعد كوكب زحل هلاقي في الكوكب اللي عندي اللي بعد زحل على طول كوكب اورانوس. طب كوكب اورانوس ده بسميه بالكوكب البارد. طب ليه بسميه بالكوكب البارد؟ لانه بعيد جدا عن الشمس، عشان كده بنسميه بالكوكب البارد.
اخر كوكب عندي في الكواكب بتاع المجموعه الشمسيه بسميه كوكب نبتون، ودوت بيكون كوكب لونه ازرق. يبقى انا عندي الكواكب 8 كواكب: عطارد، الزهره، الارض، المريخ، المشتري، زحل، اورانوس، نبتون. طيب تعالوا نشوف مع بعض المجموعة الشمسية عندي بتتكون من ايه. المجموعة الشمسية عندي بتتكون من الشمس والكواكب والأقمار وأجسام تانية زي المذنبات والشهب والنيازك والكويكبات. طيب نيجي لأول حاجة عندي الشمس. زي ما احنا شايفين في الصورة، هنلاقي إن الشمس بتكون موجودة في مركز المجموعة الشمسية، هي اللي موجودة في النص عند المجموعة الشمسية، وبتشع ضوء. بلاقي إن الصبح الجو منور ليه؟ عشان الشمس طالعة، الجو منور هي اللي بتنور لي الشمس، يبقى الشمس بتشع ضوء. طيب وبتشع تاني حرارة. طيب بشوف الحرارة بتاعتها، أنا لو وقفت في الشمس شوية هلاقي نفسي إن أنا سخنت، جسمي سخن أو العربية سخنت أو أي حاجة سخنت، يبقى أنا عندي الشمس ادتني ضوء وحرارة، عشان كده بسمي إن الشمس نجم. طب ليه بقول عليها نجم؟ لأنها بتشع ضوء وحرارة. يبقى لما يجي يقول لي إيه هي الشمس، أقول نجم مضيء يشع ضوء وحرارة، وهي أقرب جسم إلينا. يعني أقرب حاجة لينا في المجموعة الشمسية هي الشمس. يبقى إيه هي الشمس؟ هي نجم مضيء يشع ضوء وحرارة، وهو أقرب النجوم إلينا. يجي يقول لي مثلا سؤال: علل تعتبر الشمس نجما؟ هقول له لأنها جسم مضيء تشع ضوء وحرارة. طيب أنا بشوف الشمس دي نجم كبير، غير النجوم التانية اللي بشوفها بالليل بشوفها صغيرة. طب ليه بشوف الشمس نجم كبير؟ لأنها أقرب النجوم إلينا. يبقى بيقول لي مثلا، يجي يقول لي سؤال: علل تبدو الشمس أكبر حجما من باقي الكواكب، من باقي النجوم سوري، التي نراها ليلا. هقول له لأن الشمس أقرب النجوم إلينا. طيب نيجي بعد كده لتاني حاجة في المجموعة الشمسية، قلنا هي الكواكب. قلت الشمس بتكون موجودة في مركز المجموعة الشمسية وبيدور حواليها 8 كواكب. الكواكب دي هل يا ترى، يبقى بيقول لي مما تكون المجموعة الشمسية، هقول له من الشمس في المركز في المنتصف بتاع المجموعة الشمسية وبيدور حواليها 8 كواكب. طب هل يا ترى الكواكب دي بتكون منورة زي الشمس عندي او زي النجوم؟ لا، الكواكب اجسام معتمة. يعني ايه اجسام معتمة؟ يعني مظلمة، مش منورة مش مضيئة زي الشمس والنجوم. طيب الكواكب دي عددها كام؟ 8 كواكب. ايه هما؟ اول كوكب عندي كوكب عطارد، ده اقرب كوكب للمجموعة الشمسية، لازق في الشمس على طول، واصغر كوكب برضو في المجموعة الشمسية. يبقى اول كوكب عندي عطارد، اقرب كوكب للشمس واصغر الكواكب. تاني حاجة بعد الكوكب عطارد كوكب الزهرة، ده زي ما احنا شايفين في الصورة، ده اجمل كوكب في المجموعة الشمسية. يبقى عطارد وبعدين الزهرة. تالت كوكب الكوكب اللي احنا بنعيش عليه اللي هو كوكب الارض، بسميه بالكوكب الحياة والكوكب المائي. طب ليه بسميه بالكوكب المائي؟ لان نسبة المياه فيه بتساوي حوالي 71%، عشان كده سميته الكوكب المائي. وكوكب الأرض كوكب كبير جدا. بعد كوكب الأرض كوكب المريخ. طيب بسمي الكوكب المريخ بسميه الكوكب الأحمر. ليه سميته بالكوكب الأحمر؟ عشان الصخور اللي موجودة فيه فيها معدن الحديد، عشان كده بسميها بالكوكب الأحمر. يبقى يجي سؤال علل، يقول لي علل كوكب المريخ يسمى بالكوكب الأحمر. هقول له لوجود صخور معادن الحديد في صخوره، لوجود معادن الحديد في صخوره. بعد كده الكوكب اللي بعده بعد المريخ كوكب المشتري. اكبر كوكب عندي في المجموعه الشمسيه هو كوكب المشتري. بعد المشتري في كوكب زحل، ودوت بيوجد فيه حلقات ملونه. لو بصيت في الصوره هلاقي حواليه حلقات ملونه، حلقتين من الحلقات الملونه، من حلقات ملونه حوالين الكوكب. الكوكب عندي بيدور عليه حلقات ملونه، يبقى كوكب زحل بيدور حواليه حلقات. بعد كوكب زحل في عندي الكوكب البارد اللي هو بسميه كوكب اورانوس. ليه بسميه بالكوكب البارد؟ لانه بعيد جدا عن الشمس، عشان كده بنسميه الكوكب البارد. اخر كوكب عندي في المجموعه الشمسيه وهو الكوكب الازرق اللي هو كوكب نبتون. يبقى انا عندي المجموعه الشمسيه بتتكون من الشمس في المنتصف وحواليها 8 كواكب: عطارد، الزهره، الارض، المريخ، المشتري، زحل، اورانوس، نبتون. طيب انا قلت تالت حاجه عندي بتكون، اول حاجه اتكلمت عنها في المجموعه الشمسيه قلت بتتكون من الشمس واتكلمنا عنها. تاني حاجه اتكلمت عنها الكواكب وقلت عددها 8 واتكلمنا عن كوكب كوكب. طيب
تالت حاجة في المجموعة الشمسية عندي الأقمار. طيب أنا بشوف القمر في السماء بالليل بشوفه منور. طب هل القمر ده جسم مضيء؟ لا، القمر ده مش جسم مضيء، القمر جسم معتم. لو احنا شفنا في الصورة هتلاقي القمر دوت جسم معتم، هو مش بيديني ضوء ولا حاجة، شايفه مظلم اهوت، مش منور ولا حاجة. طيب ايه اللي خلاني بشوفه منور؟ لأن القمر ده بيعكس ضوء الشمس الساقط عليه. فعشان كده انا بشوفه منور. زي مثلا انا لو في اوضه ضلمه كده دلوقتي وجبت كشاف ونورته، هلاقي ان الحيطه منوره. طب هل يا ترى ان الحيطه عندي دي منوره؟ لا، اللي حصل ان الكشاف عكس ضوء الحيطه، عكست ضوء الكشاف، عشان كده شفتها منوره. نفس الحكايه في الاقمار عندي. الاقمار ديت اجسام معتمه ما بتنورش، عشان بس انا بشوفها منوره او مضيئه. ليه؟ لانها بتعكس ضوء الشمس الساقط عليها. والاقمار دي بتدور في مدارات حوالين الكواكب. طيب بيقول لي يجي سؤال علل في الحته دي، بيقول لي علل. نرى القمر منيرا رغم انه جسم معتم. بقول له لانه يعكس ضوء الشمس الساقط عليه. وبكده. طيب بيقول لي نشوف نشاط عندي. بيقول لي تدور الكواكب حول الشمس. قلت الكواكب بتدور حول الشمس في مدارات محدده ثابته مكانها ما بيتغيرش. بيقول لي الكواكب اجسام معتمه ولا مضيئه؟ لا، الكواكب اجسام معتمه ما بتنورش، اللي بينور عندي النجوم بس هي اللي بشوفها اجسام مضيئه. يبقى من كده نستنتج ان الكواكب اجسام معتمه تدور حول الشمس في مدارات محدده ثابته ما بتغيرش مكانها. طيب بيقول لي اضغط على الكشاف تطفئه او لا تضيئه ولاحظ ماذا يحدث. ثم قال هل ترى الكرة في الظلام؟ انا دلوقتي شايفه ان في كرة؟ لا، انا مش شايفه ان في كرة. طيب هل الكرة جسم معتم؟ الكرة جسم معتم. طيب انا دلوقتي عشان اشوف الكشاف محتاجه ان انا انور اشوف الكرة، محتاجه ان انا اجيب جسم عشان اخليه ينور، اجيب كشاف او اجيب اي حاجه عشان ينور. يبقى الاجسام المعتمه او الكرة دي عامله عندي زي القمر، هو مش بينور، هو بيعكس ضوء الشمس الساقط عليه، عشان كده انا بشوفه منين. يبقى الاجسام المعتمه زي القمر والكواكب لا ترى الا اذا عكست ضوء الشمس الساقط عليها. بيقول لي تعرف على أي كوكب بالإشارة إليه وأجب عن الأسئلة. بيقول لي عدد الكواكب التي تدور حول الشمس. قلت عدد الكواكب 8 كواكب. برافو. بيقول لي أقرب الكواكب من الشمس كوكب. قلنا أقرب واحد للشمس كوكب عطارد. برافو عليك. أبعد الكواكب عن الشمس. قلت هو كوكب نبتون، بسميه بالكوكب الأزرق. الكوكب الأكبر حجما هو كوكب أضخم واحد في الكواكب. قلت كوكب المشتري. برافو. الكوكب الأصغر حجما هو كوكب عطارد. قلت أصغر واحد وأقرب واحد للشمس كوكب عطارد. برافو. وبكده نكون انتهينا من الدرس بتاعنا. أشوفكم على خير إن شاء الله في آخر درس المرة الجاية.